حاجة لو عملتها أوعدك إنك إن شاء الله هتدرك ليلة القدر. بس قبل ما أقولك الحاجة دي عايزة أقولك إن الفيديو ده صدقة جارية لكل شخص هيساعد في نشره، وبسببه ممكن حد يدرك ليلة القدر. عايزاك تقولي إيه أكتر حاجة وجعك؟ إيه أكتر حاجة نفسك فيها؟ إيه أكبر أمنياتك في الحياة؟ حاسس إن الدنيا جاية عليك بزيادة؟ حاسس إن بسبب كل ده رمضان ضاع منك السنة دي؟ خليني أقولك، لو أنت حاسس بكده إن شاء الله كل ده هيتحل، بس لو لحقت تدخل السباق، أجمل سباق ممكن تدخله في حياتك، هدية ربنا ليك، سبق العشرة الأواخر من رمضان. بس يا ريت تركن لي كل همومك ومشاكلك دي على جنب وتركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول. فات من رمضان 19 ليلة، يمكن كنت فيهم مهموم، مشغول، مش مركز، ما عملتش فيهم حاجة خالص. وممكن حد يقول لي أنا عكيت جامد، أنا بعمل ذنوب ومعاصي كبيرة. هقول لك لو كنت بتعمل إيه مهما كان ذنبك ولا يهمك، كل اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. بكرة أول العشرة الأواخر من رمضان، فاهم يعني إيه؟ مستوعب؟ أنت مقبل على أيام فيها ليلة القدر. الله يبارك لك، ركز معايا قوي وانسى كل أحلامك وأهدافك، أوجاعك وألمك، كل حاجة، انسى الدنيا كلها وركز معايا. 10 أيام ممكن حياتك كلها تتغير فيهم. ادخلهم بنية إنك إن شاء الله هتدرك ليلة القدر السنة دي. أنا عارفة إن كلنا عارفين أهمية الليلة دي، بس الدنيا أخدانا وبننساها. أرجوكم والله من حب ليكم بأكد عليكم، انتوا مستوعبين حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا عنها؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. متخيلين؟ يعني لو انت كلك ذنوب، حتى لو كنت بتعمل كبائر، مهما كان ذنبك وتقصيرك، لو كنت حتى بعيد قوي قوي عن ربنا، انسى كل اللي فات وانويه من دلوقت وشد همتك. انت جاي في الوقت المناسب، انت مش متأخر، صدقني انت جواك خير كبير قوي، وربنا بيحبك وعايزك ترجع له. وانك حتى تشوف الفيديو ده عمرها ما كانت صدفة ابدا. ربنا عايز يدخلك جنته. عندك 10 ايام مباركين. لو ما كنتش تتوب وتجتهد دلوقتي في العبادة، هتجتهد امتى؟ 10 ايام تجتهد فيهم وتدرك ليلة خير من 1000 شهر. متخيلين؟ ليلة لو أدركتها وانت على طاعة كأنك كنت بتعبد ربنا 84 سنة. ومش بس كده، ده ربنا بيقول لك ليلة خير من 1000 شهر، يعني أفضل، يعني خير كبير قوي ربنا هيديهولك. لسه ما نويتش؟ طب بلاش دي. اسمع رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ايه؟ إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت ممكن اسمك يتكتب من العتقاء من النار في ال10 ايام اللي جايين دول. وربنا سبحانه وتعالى حاشا، لانه ممكن يرجع في اي وعد هو بيوعده ليك. يعني انت لو اتكتبت مرة واحدة بس من العتقاء انك مش من اهل النار، خلصت، انت فلت، يا بختك. الموضوع كبير ويستاهل ان احنا نجتهد في ال10 ايام اللي جايين دول. مش بس كده، ده انت كمان دعائك مستجاب. يعني تقدر تدعي ربنا يفك كربك وينولك كل اللي في بالك ويشيل همك عندك. بالله عليك، ينفع ليلة زي دي ننشغل عنها؟ مهما دنيا فانية، مهما عشنا فيها نعيش قد ايه، ربنا يديكوا الصحة وطول العمر. بس صدقوني هنيجي في الاخر ونقول يا ريتنا ادركنا الليلة دي، هيبقى نفسنا نكون من العتقاء في الليلة دي. عشان كده مهما كنت موجوع ومهموم وحزين، انسى كل ده وركز في ال10 ايام دول. وخلينا دايما ندعي باستمرار: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وكل سنة وانتم طيبين.